من 9 سنين فاتوا في مكان اسمه نورثهامبتون بيحصل عملية سطو كبيرة جدا على بنك في نورثهامبتون، وكانوا هما 3 اللي بيسرقوا والدنيا ماشية معاهم زي الحلاوة. لغاية هنا بيحصل ان في جارد من جاردات البنك بيشيل قناع حد في العصابة وبيقول له جملة مهمة قوي وهي بتبقى تويستات اللعبة كلها. والشخص التاني المقنع بيقتل الجارد. بعد كده كلهم بيركبوا عربية كده عشان يهربوا، وبنعرف ان ده اسمه تريفر فيليبس وده اسمه براد سنايدر وده مايكل تاونلي. واحنا مسقطين بالفلوس، السواق بياخد ضربة في دماغه، بعدها قطر بيخبط العربية، بعدها كلنا بننزل وتريفر بيقول تعالى ما نتبعش الخطة، وكان ساعتها بيقول لمايكل تاونلي. بعدها مايكل بيقول له وبيزعق فيه لا هنتبع الخطة، وبيبقى مصر بطريقة غريبة جدا. والخطة كانت يا عزيزي المتفرج ان احنا بنمشي في طريق طوالي كده، وفي نهايته هيبقى في طيارة هليكوبتر ونطير بيها، بس نتفاجئ بسنايبر في نص الطريق ويطلع بقناصة وبيقتل براد، وبعدها بيقتل مايكل من غير اي سبب. بعدها تريفر بيتوتر جامد وبيسيب الفلوس مع مايكل وبيفلت بجلده وبيهرب. بعدها في جنازة مايكل تاونلي بنشوف السنايبر من بعيد، وفجأة الصدمة، مايكل تاونلي لسه عايش. ودي كانت مجرد البداية يا عزيزي المشاهد. أنا باسل عمرو، وتعالى معايا عشان ندخل في قصة GTA 5 ونكشف كل أحداثها. بعد 9 سنين بنشوف مايكل بيروح لدكتور نفساني بسبب مشاكل مع عيلته وماضيه الإجرامي، وهنا بنكتشف الحقيقة. العملية من البداية كانت متخطط لها، كان المفروض السنايبر يقتل تريفر لكنه قتل براد بالغلط، وبعدها قتل مايكل تمثيليا قدام الكل. الخطة كانت مايكل يختفي ويبدأ حياة جديدة مع عيلته وفلوسه، وفي المقابل السنايبر عضو الاف اي بي ياخد ترقيته. وزود على كل ده مايكل عاش بهوية جديدة خالص وسمى نفسه من مايكل تاونلي لمايكل دي سانتا. بعدها مايكل خرج من عند الدكتور وقعد لوحده على شاطئ، وفجأة 2 من شباب جروف ستريت سألوه عن مكان فيلا، لكن واحد منهم شد صاحبه وقال له انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ لان في الوقت ده كان واضح انهم من شباب جروف ستريت، ولما 2 منهم يسألوا واحد غني عن مكان فيلا طبيعي تشك انهم بيدوروا على هدف يسرقوه. وهنا بنتعرف على اول بطلين في اللعبة، فرانكلين كلينتون ولامار ديفيز. ولامار بيشغل مايكل بينما هو وفرانكلين بينفذوا المهمة ويسرقوا العربية ويرجعوا بيها لواحد بتاع اجنس عربيات واسمه سيمين يتريان. بعدها فرانكلين يطلب من سيمين يزود مرتبه، لكن يا سيمين يرد عليه انت اصلا الامبلوي اوف ذا مانث، ودي معناها موظف الشهر يعني. فجأة لامار بيدخل، ومن اول نظرة تقدر تشوف الغيرة والحقد في عينيه بعد ما فرانكلين اخد لقب الامبلوي اوف ذا مانث. بعدها سيميون بيكلف فرانكلين ولامار بمهمة جديدة وهي استرجاع موتوسيكل مسروق، والاتنين بيوافقوا من غير أي تردد. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you, come on. It's about a yes mouse ass nigga. Amigos! Hola. عمرك شفت واحد قتل واحد في وسط المنطقة في عز الظهر وما دخلش الحجز ساعة؟ أحب أعرفك بيه، اسمه ناصر الدسوقي. لكن احنا كان لينا رأي تاني، بدل ما نرجع الموتوسيكل لسيمين قررنا ننصب عليه ونخلي لينا، خصوصا ان فرانكلين ولامار كانوا معجبين بيه.
بعدها سيميون يقول لفرانكلين ان في واحد من بتوع بابي ومامي اشترى عربيه بالتقسيط وبعدها بطل يدفع، فبيطلب منه انه يتسلل للفيلا ويرجع العربيه، وفرانكلين يوافق طبعا طالما فيها فلوس فيها سرقه. وبالفعل فرانكلين بيوصل الفيلا ويتسلل جواها ويسرق العربية من غير أي مشاكل، لكنه وهو سايق بيحصل اللي ما كانش متوقع. فجأة مايكل بيطلع من الكنبة الخلفية للعربية ويبدأ يمطر فرانكلين بأسئلة: مين اللي بعتك؟ عرفت عنواني ازاي؟ وإيه علاقتك بابني؟ وأسئلة من هذه النوعية. بعدها مايكل يأمر فرانكلين يدوس بنزين ويقتحم مواجهة محل سيميون بالعربية. أول ما سيميون يشوف المنظر يبدأ يصرخ في فرانكلين، لكن مايكل ينزل من العربية ويدي فرانكلين فلوس كمكافأة، وكمان يسيب له عنوان وميعاد عشان لو حابب يشتغل معاه. وبعدها مباشرة بتبدأ خناقة بين مايكل وسيميون، ومايكل بيمسح الأرض بسيميون. وبالفعل فرانكلين بيروح لمايكل ويقول له انت اللي قطعت عليا اكل عيشي فشوف لي شغلان. ولسه مايكل هيكلمه فجأة ابنه جيمي يتصل بيه وهو مرعوب ويقول له ان اليخت اتسرق وهو مخطوف عليه. من غير تردد مايكل وفرانكلين ينطلقوا لانقاذه، وفرانكلين بيخاطر بحياته عشان ينقذ جيمي. بيقدروا يرجعوا سليم، لكن للأسف اليخت بيضيع. وبعدها يطلب مايكل من فرانكلين يصلح العربية اللي اتبهدلت أثناء المطاردة، وفرانكلين يرجعها كأنها جديدة. ومن هنا تبدأ صداقة بينه وبين جيمي بعد ما يتبادلوا أرقامهم. لكن مشاكل مايكل كانت لسه بتكبر بعد ما اكتشف ان اماندا بتخون. جري ورا الراجل لحد ما استخبى في فيلا، ومن شدة غضبه ربط الفيلا بعربيته وسحبها لحد ما وقعها بالكامل. لكن بعدها الراجل بيفاجئه ويقول له انت هدمت البيت الغلط، ده مش بيتي، ده بيت مارتن مدرازو، واحد من اخطر واغنى رجال لوس سانتوس. ومايكل وقتها ما كانش فارق معاه. وبعدها وهو بيسلم على فرانكلين بيظهر مارتن مدرازو بنفسه، ومارتن مدرازو بيقول له مايكل عارف انت بتتكلم مع مين؟ ولا ايدك جنبك؟ ولا ايدك جنبك؟ ولا ايدك جنبك؟ ولا ويطالبه بدفع تمن الفيلا ويديله مهلة قبل ما العواقب تبدأ. بعدها مايكل قرر يشغل دماغه وقال مفيش غير صاحبه القديم ليستر اللي ما شافوش من ايام نورثيانكتون يقدر يطلعه من الورطة دي. ولما راح له ليستر قال له في محل مجوهرات لو ضربناه هنطلع منه بفلوس محترمة جدا. ومايكل وافق على الخطة من غير تردد. وبالفعل ليستر ومايكل بيجتمعوا تاني بعد سنين، لكن المرة دي عشان يكونوا فريق بينفذ أكبر عملية سرقة. وأول واحد مايكل يرشحه كان فرانكلين لأنه أثبت ولاءه ليه ووقف في ظهره في أكتر من موقف. وفعلا الفريق ينفذ الخطة ويقتحم محل المجوهرات، وخلال دقايق قليلة يسيطروا على المكان بالكامل. وبعدها واحد من أفراد الأمن يفضل يتكلم مع فرانكلين، لكن مايكل يتدخل فورا ويوقعه على الأرض ويقول له جملة كانت من أهم الجمل اللي في اللعبة، وهي تويستاية اللعبة دي كلها: You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. وأكيد يا عزيزي المشاهد لاحظت إن دي نفس الجملة اللي مايكل قالها حارس البنك أو الجارد اللي بتاع البنك في أول مشهد في اللعبة. فخلي بالك عشان كمان شوية والجملة دي هتبقى من أساسيات اللعبة كلها. مع إن مطاردة صعبة الفريق ينجح في الهروب ويرجعوا كلهم بسلام، وبعدها تتقسم الفلوس على أفراد العصابة وكل واحد ياخد نصيبه من العملية. في الناحية التانية تريفر كان بيتابع الأخبار وفجأة سمع عن عملية سرقة ضخمة لمحل مجوهرات. ولما رجال الأمن وصفوا اللي حصل قالوا إن واحد من اللصوص زق فرد الأمن وقال نفس الجملة اللي سمعناها في بداية اللعبة. في اللحظة دي تريفر استنتج على طول إن الشخص ده هو مايكل، لأن الجملة دي محدش كان يعرفها أو بيستخدمها غير مايكل. وهنا تريفر يتصدم إن مايكل لسه عايش وبيحس إن صاحبه خانه وخدع كل السنين دي. وبعدها يدخل في خناقة مع جوني كليبت زعيم عصابة ذا لوست بتاع GTA 4 لو تفتكروا، ويقتله ويساكب على عصابته اللي هي ذا لوست. بعدها مايكل كان قاعد في فيلته عادي جدا. فجأة تريفر بيدخل فيلة مايكل، وتريفر قد ما هو مبسوط وفاخر انه لقى مكان مايكل قد ما هو زعلان ان صديق عمره يخونه. وسأله انت عملت كده ليه؟ مايكل قال له عشان انا كنت في برنامج حماية الشهود. وتريفر بيعديها له، او بمعنى اصح اجل الكلام لوقت لاحق عشان هو عارف ان مايكل كذاب. عشان هو اصلا ازاي مايكل في برنامج حماية الشهود وهو اصلا مش شاهد على حاجة،
وهو كان مشترك في الجريمة، ودي لعبة من لعب مايكل. بس تريفر بيلم الدنيا من التوتر وبيسلم على عيلة مايكل. بس تريفر بيلاحظ بنت مايكل تريسي مش موجودة. قام سأل جيمي، وجيمي رد عليه وهو بيلجلج إنها برنامج مواهب للرقص. بعدها مايكل وتريفر راحوا المكان اللي هي فيه وجريوا ورا المذيع وبيزنقوه، وبعدها بيهزقوه بالكلام. بس الخاين بيفضل طول عمره خاين، عشان بعد لما تريفر ومايكل بيمشوا بدل ما مايكل يفرح انه لقى صديق عمره تاني، لا هو كلم ستيف نورتون السنايبر اللي قتل براد ومايكل في اول قصة وبيقول له على المصيبة دي. بعدها الاف اي بي يجبروا ديف نورتون على تنفيذ عملية خطيرة، فيكلف مايكل وفرانكلين وتريفر بالمهمة. ورغم ان مايكل ما كانش مرتاح لفكرة الشغل مع تريفر الا انه ما كانش قدامه حل تاني. لما يوصلوا يلاقوا الشخص اصلا محتجز ويستجوب على ايد الاي اي اي اللي هي سي اي 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 في الحقيقة يعني، وبعدها ينجحوا في خطفه وتسليمه للاف اي بي. بعدها فرانكلين ولامار كانوا متفقين على عملية تسليم بضاعة، لكن تريفر يظهر فجأة وبسبب كلام مايكل عنه فرانكلين ما كانش مرتاح له خالص، لكن لامار يحكي قدامه عن العملية من غير قصد. تريفر يقرر يدخل معاه، وأثناء التسليم يكتشف تريفر إن البضاعة مغشوشة، فتتحول العملية إلى اشتباك عنيف مع عصابة البلس. وبعد مطاردة كبيرة ينجح الثلاثة في الهروب، لكن كل واحد يروح في طريق. وللأسف مشاكل مايكل العادية بتوصل لأسوأ مراحلها، وأماندا بتقرر تسيبه وتمشي هي وعيالها اللي هم جيمي وتريسي بسبب تصرفاته اللي اتغيرت في الفترة الأخيرة. ويبدو إن روك ستار بتحب السيناريو ده شوية، عشان شفنا حاجة شبه كده في ريد ديد ريديمشن 2 برضه يعني لو تفتكروا. بعدها العلاقة بين مايكل وتريفر وكمان بين تريفر وفرانكلين تبدأ تتحسن، وفي الوقت ده ليستر يجهز خطة لسرقة بنك في بلدة اسمها باليتو، ويسمي العملية ده باليتو سكور. وبالفعل الفريق ينفذ السرقة ويلبسوا دروع تقيلة جدا فول ارمور بمعنى الحرف، بينما تريفر يمسك الميني جان السايكو ويقلب المكان حرب لحد ما ينجحوا في الهروب ومعاهم ملايين الدولارات. وبعدها مايكل يتعرف على واحد من اكبر منتجي الافلام في لوس سانتوس، سولومون ريتشاردز، وده كان عن طريق واحد اسمه ديفن ويستون. وبعد شوية اتفاقات مايكل وسولومون يقرروا يشتغلوا على فيلم جديد ويسموه ميلت داون. بعدها تريفر يزور مايكل في الفيلا للمرة التانية، لكن المرة دي كان عنده سؤال واحد شاغل دماغه، سؤال لو اجابته طلعت صح هيقلب كل حاجة. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! بعدها تريفر يقرر يرجع لنورث يانكتون ويتأكد بنفسه من الحقيقة، ولما يحفر قبر مايكل يتفاجأ ان اللي مدفون هو براد. وقتها يفهم ان ديف نورتون كان بيضحك عليه طول السنين دي برسايل على اساس ان براد لسه عايش، فيغضب جدا. لكن قبل ما يواجه مايكل عصابة ترياد الصينية تخطف مايكل عشان تكبر تريفر يروح له. Trevor. بعدها تريفر يروح لفرانكلين، لكن اول سؤال بيطلع من بق فرانكلين كان فين مايكل؟ انا بتصل بيه ومش بيرد. السؤال ده عصب تريفر، فيرد عليه انا بالنسبه لي مايكل مات، ويمشي. وبعدها فرانكلين يطلب مساعدة ليستر، والاتنين يقدروا يحددوا مكان مايكل اللي كان محتجز في مصنع اللحوم تابع لعصابة ترياد الصينية. فرانكلين يقتحم المكان ويقضي على عدد كبير من افراد العصابة، ينجح فيه انقاذ مايكل. وبعدها كمان مايكل بيعرف يرجع عيلته. وبعدها تانيشا تبلغ فرانكلين ان لامار اتخطف على ايد عصابة البالاس. فرانكلين يكلم ليستر، وليستر يجمع مايكل وتريفر، والتلاتة يقتحموا مقر البالاس وينجحوا في انقاذ لامار. لكن بعد انتهاء العملية يظهر ستيف هاينز اللي كان واحد من الاف اي بي ومعاه ديف نورتون، ويفاجئوا فرانكلين بطلب صادم لازم يقتل تريفر والا هيكون هو اللي دفع الدم.
بعدها ديفن ويستون يحاول يسرق نسخة فيلم ميلت داون عشان يمنع نزوله ويقبض فلوس التأمين وياخد فلوس أكتر، لكن مايكل يلحق سكرتيرته وهي هربانة بنسخة الفيلم ويطاردها لحد المطار، وفي النهاية وهي بتحاول تعدي قدام الطيارة تتفقد في محرك الطيارة، بينما مايكل ينجح في استرجاع نسخة الفيلم وإرجاعها لسولومون. بعدها يتعمل حفل ضخم احتفالا بعرض فيلم ميلت داون، لكن وسط الاحتفال ديفن ويستون يكلم مايكل ويقول له سيب الحفله والحق عيلتك، في ناس مستنياك هناك. ساعتها مايكل وجيمي يجروا على البيت ويلاقوا مجموعه مسلحه مستنيه هناك فعلا، وبعد اشتباك عنيف مايكل يقضي عليهم كلهم وينجح اخيرا في انقاذ عيلته. بعد كده ديفن ويستون يضغط على فرانكلين ويأمره ويقتل مايكل، لكن فرانكلين يرفض ياخد القرار لوحده فيروح لليستر. ساعتها ليستر يحط خطة عبقرية ويجمع مايكل وتريفور وفرانكلين في مكان واحد، وبعدها يبلغ عن الموقع للاف اي بي والاي اي اي والميري ويذر، والميري ويذر ده هو الجيش يعني، عشان كل اعدائهم يجتمعوا في مكان واحد وينهوا الموضوع مرة واحدة. بعدها فرانكلين يتكلم ليستر تاني وليستر يوزع عليهم هما الثلاثة المهام، مايكل يتخلص من البلد وفرانكلين يقضي على القيادة الصينية وتريفر يخلص من ستيف هانز. وبعد ما ينجحوا في تصفية كل أعدائهم تريفر يخطب ديفن ويست ويطلعوا بيه على قمة جبل، هناك يفتحوا الشنطة العربية ويواجهوه بكل اللي عمله، وفي النهاية يرموا العربية من فوق الجبل، وبكده يتخلصوا من آخر عدو ليه. وفي النهاية يفضل مايكل وتريفر وفرانكلين أصحاب للأبد، وتنتهي قصة جي تي اي 5. ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل فيديو بلايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واشوفكم في قصة جديدة. يلا سلام. حنان حد يطبطب ويدلع ويهشتك فيا كمان، نفسي حد يقول يا كوتي اتضايق يلعب في خدودي عشان طيب حظ النوتي برضو ما نصفنيش، نفسي حد يقول يا دودو هو فين وانا شد خدوده، امتى يتقال لي يا كتموتو اصلي ما تقليش.